قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بصلة أمس الخميس بأحكام تراوحت بين 1 و8 سنوات سجنا نافذا في حق 12 متهم توبعوا في ملفات منفصلة من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب. وقضت المحكمة في ملف توبع فيه 3 متهمين ب8 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي وب7 سنوات سجنا في حق المتهم الثاني، فيما قضت ب5 سنوات سجن نافذا في حق المتهم الثالث بعد مؤاخذتهم من أجل تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام أثناء التخويف والترهيب والعنف وعدم التبليغ عن أفعال تكون جريمة إرهابية. وأصدرت المحكمة حكما بالحبس 4 سنوات نافذة لكل واحد من 4 متهمين توبعوا في ملفات منفصلة بعد إدانتهم من أجل تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص مسبق. وقضت ب3 سنوات حبسا نافذا في حق متهم واحد وب2 نافذة في حق المتهمين 2 بعد إدانتهما من أجل عدم التبليغ عن فعل يكون جريمة إرهابية. كما قضت المحكمة بسنة نافذة لكل واحد من متهمين 2 بعد مؤاخذتهما من أجل الإشادة بأفعال إرهابية. من جهة أخرى قررت المحكمة إرجاء النظر إلى غاية 6 و13 يوليو المقبل في 3 ملفات منفصلة يتابع فيها 9 متهمين من أجل أفعال إرهابية. لا تنسى الاشتراك لكي يصلك كل جديد.